السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض المعارضين الجزائريين وبعض العرب أيضا اللي كيتواجدوا بكثرة في منصة اليوتيوب وكيناقشوا موضوع الصحراء المغربية من منهم حقيقة مع مغربية الصحراء. بقوا معنا، كنظن موضوع جدير بالمتابعة، وما تنسوا تدعمونا بالاشتراك والإعجاب إذا عجبكم المحتوى. ونبداو. المعارض أنور مالك، واسمه الحقيقي نوار عبد المالك، ضابط جزائري سابق وحاليا كاتب وصحفي ونزيد ليه يوتيوبر. ترك المجال العسكري وانتقل لميدان الإعلام، واللي كيتذكر كان كيتواجد بزاف في برنامج الاتجاه المعاكس، وكان موالي للنظام الجزائري بشدة، وكان دائما تيدافع على البوليزاريو وتقرير المصير، وكان كيكسب جريدة الشروق، وتنظن أنه كل شي عارف أنها جريدة الكبرانات بامتياز. لكن سبحان مبدل الأحوال، إذ فجأة بدا يفضح ويكشف الكثير من الفساد والملفات الخطيرة عن نظام الحكم في الجزائر وعصابة البوليزاريو اللي سترعاها العسكر، وبدا يميل إلى وحدة التراب المغربي، وإن كان ما كيصرحش أن الصحراء مغربية في جميع فيديوهاته. معارض آخر وهو محمد العربي زيتوت، ناشط حقوقي ودبلوماسي سابق وسياسي معارض مقيم في بريطانيا، وعنده قناة على اليوتيوب أيضا، وينشط في حركة رشاد اللي كتناهض النظام العسكري وتريد استبداله بنظام مدني. وهو أيضا في جميع فيديوهاته على اليوتيوب لا يذكر أن الصحراء مغربية بالمرة، وإن كان دائما يعارض النظام الجزائري العسكري ويفضح مخططاته. هشام عبود، وما أدراك ما هشام عبود، كاتب صحفي جزائري كان كيشتغل بالجزائر كصحفي، وصدر العديد من اليوميات والجرائد في الجزائر، وكان النظام الجزائري في كل مرة يغلق هذه الإصدارات بتهمة المساس بالنظام الجزائر. صدرت في حقه العديد من الأحكام، وفي الأخير في سنة 2013 غادر الجزائر هارب عبر الحدود البرية التونسية كما يقال. وهو نشط بزاف في منصة اليوتيوب كيفضح نظام العسكر، لكن مؤخرا يمكن بانت بعض النوايا ديالو الخبيثة تجاه المغرب، بعدما زار مؤخرا المغرب طالب عائلة الحموتي تسليم الأرشيف الخاص بالصحراء الذي تملك هذه العائلة إلى السلطات الجزائرية بدون خجل. ومن بعدها ناضوا المغاربة في كل المواقع تيردوا عليه بأن تلك الوثائق راه في ملك المغرب قبل أن تكون في ملك عائلة الحموتي. وناض من بعد دار فيديو سب وشتم المغاربة بكل حقارة، بعد ما كان في جميع فيديوهاته يتملق ويمدح المغاربة. معارض آخر وهو أمير دي زيد، والاسم ديالو الحقيقي هو أمير بوخرس، وهو يوتيوبر جزائري معارض للنظام العسكري. صدرت في حقه العديد من الأحكام الغيابية من طرف نظام العسكر الجزائري. كان يعتقل الأخ ديالو بتهمة بأن أمير كان كيرسل ليه مبالغ مالية، وكان في وقت من الأوقات أعلن انسحابه من اليوتيوب، وقال أن سبب ذلك أنه لا يتحمل سب عائلته من طرف الذباب الإلكتروني، وأن هذا هو السبب الحقيقي ولم يكن يخاف من الكبرانات. لكن بعد ذلك رجع. أما بخصوص موقفه من الصحراء المغربية فهو لا مع ولا ضد. انت بالنسبة لي المهم عنده هو الفلوس اللي كيخسروا الكبرانات على البوليزاريو، وأن الشعب الجزائري هو اللي أولى بها. أسعد الشرعي هو ماشي جزائري، هو يمني الأصل، مقيم ببريطانيا، شخصية سياسية واجتماعية معروفة في جميع أنحاء العالم العربي. كانت لديه مواقف معارضة لسياسات زعماء دول الخليج، ولكن في الأعوام القليلة الماضية أبدى كثير من الاهتمام بموضوع الصحراء المغربية، اللي في البداية ديالو كان من أشد المدافعين عن البوليزاريو والصحراويون وتقرير المصير، بل والأدهى من ذلك كان يسب شخصية الملك المغرب محمد السادس. فجأة وهو أيضا غير موقفه 180 درجة، خصوصا بعد زيارته للمغرب، وقال أنه اقتنع أن الصحراء مغربية، بل وأصبح من أشد المعارضين للنظام الجزائري، ويصفه دائما بالنظام التبوني أو التبونيون.
وهو حاليا متواجد بالمغرب منذ أكثر من شهرين. يصرح دائما أنه لم يكن يعرف أن المغرب بهذا الجمال، وهو من أشد المعجبين بمدينة مراكش. وأخيرا مسك الختام، وهو المعارض وليد كبير، اسم على مسمى، إعلامي كبير ومحترم، ناشط سياسي جزائري معارض للنظام العسكري، وكان أيضا دبلوماسي سابق، يملك قناة على اليوتيوب، وهو دائما يدافع عن الصحراء المغربية، وهو الوحيد اللي سيصرح بهذا الموقف منذ سنوات، بل وأكثر من ذلك صرح مؤخرا وأكد أن بعض مدن الصحراء الشرقية هي للمغرب، وأن في الأصل الاستعمار الفرنسي اقتطعها من الأراضي المغربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة وما تنسوش الإعجاب والتعليقات، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.